لما سعر الكيلو فيها يوصل ل 250 و300 جنيه يبقى لازم نعملها في البيت. السمسميه والحمصيه والفوليه باسهل وابسط طريقه. يلا بينا نشوف هنحضرها ازاي. بصوا، اول حاجه قبل ما نعملها وقبل ما نبتدي شغل خالص بنجهز الصواني اللي هنعمل فيها وبندهنها زيت كويس قوي، او نحط جواها كيس حراري وندهنها برضو زيت كويس من تحت ومن فوق وبنشيلها على جنب. باجيب بقى الكسرولة وبحط فيها ربع كيلو من السمسم. ممكن تستخدمي سمسم ابيض او محمص، بس عشان السمسم اللي عندي ابيض فابتديت ان انا احمصه شوية لحد ما ياخد لون مصفر. بحطه في طاسة على النار والنار بتكون هادية وبفضل اقلب لحد ما ياخد لون صفاري كده. ما تسهيش عنه خالص، احنا عاوزين السمسم لما نيجي نستخدمه يكون سخن كويس وعموما يكون متحمص. بجيب بعد كده بقى طاسة بحط فيها كوباية الا ربع من السكر وعليها ربع كوباية من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وممكن بالمناسبة تستغني عنه، عصير نص ليمونة او ربع معلقة من ملح الليمون، وانا بفضل ملح الليمون اكتر. النار هنا بتكون متوسطة، ما ينفعش تبقى عالية عشان الكراميل ما يتحرقش مننا. بعد دقيقتين 3 كده ببتدي اعمل اختبار الكرة الصلبة. بناخد نقطة من الشربات بنحطها في بولة فيها شوية مية ونبتدي نقلبها في المية كده ونطلعها ونشوف الكرة اللي اتكونت معانا كرة طرية ولا كرة صلبة. احنا عاوزين نوصل للكرة الصلبة. طب احنا ولسه ما وصلناش للكرة الصلبة، عادي بنقلب في الشربات بالراحة من النص، ما تحاوليش تجيبي الشربات على الجناب علشان ما يسكرش بعد كده. وبنجرب نعمل الاختبار تاني لحد ما نوصل للكرة الصلبة. لما نضغط عليها بتتكسر بالشكل ده. بصوا، اختياري الخطوة دي انك تحطي رشة صغيرة من بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو للناس اللي لما بتيجي تعمل السمسمية او الحمصية او ايا كان وما بتعرفش تفردها لانها بتنشف منها بسرعة. الخطوة دي هتأخر نشفان الشربات فهتديكي مساحة انك انت تفرديها اسهل. بنزل بالسمسم على طول وهو سخن في الشربات ولسه ما طفيتش النار، بديله تقليبه كده وهو لسه على النار، وبعد كده بطفيه على طول وباخده مباشرة وبسرعة. الخطوة دي بنقله في الصينية اللي احنا مجهزينها ودهنينها زيت او حاطين جواها اكياس حرارية. السكينة والمعلقة والادوات بتاعتي كلها مدهونة زيت زي ما اتفقنا في اول الفيديو. بنفرد بسرعة لان هو بيشد بسرعة جدا. وبعد كده برضو بنقطع السمسمية وهي لسه سخنة واحنا لسه صبينها. لو استنينا عليها هتنشف ونيجي نقطعها بعد كده هتتكسر وهتتبهدل مننا. فبنقطعها بالسكينة كده وهي لسه سخنة وطرية. بعد كده بقى لو في زيادات بنشيلها، وطبعا احنا بناكلها عادي وهنشيلها على جنب. نفس اللي عملته مع السمسمية دلوقتي هعمله مع الفولية والحمصية، بس بشرط واحد، ان احنا هنقلل الشربات شوية. يعني بدل ما نحط كوباية الا ربع هنحط تلتين كوباية ونحط ربع كوباية مية ونشيل منها مثلا معلقتين ولا 3. وبنكمل بنفس الخطوات ونوصل للكرة الصلبة. الحمص بنكون مسخنينه كويس وبينزل في الشربات وهو سخن، ونقلبه تقلبتين وبعد كده بناخده بقى نصبه في الصينية ونفرده بسرعة وهو لسه سخن. بالنسبة لخطوة الكربوناتو أنا ما بحبش أعملها بصراحة، لأن أنا بحس إن اللي بعمله من غير كربوناتو بيبقى أحلى. الخطوة دي أنا عملتها بس عشان كل الناس اللي طلبت مني لما عملنا الفيديو ده السنة اللي فاتت إن أنا أجرب أحط الكربوناتو. فأنا بصراحة ما بحبش خطوة الكربوناتو مع السمسمية والحمصية والفولية. بالنسبة لي من غيرها بيكون أحلى. بعد ما فردت الحمص ببتدي ان انا اقطعه برضو بالسكينة. بيكون الموضوع اسهل بكتير، بس خدوا بالكم عشان بتكون سخنة جدا والكراميل بتكون درجة حرارته عالية قوي فبيلسع. ممكن تستعينوا بسكينة او بمعلقة لحد ما تتفرد معاكم كويس. قطعيه بقى بالحجم اللي انت عاوزاه وبعد كده بنشيله على جنب. انا عملت من كل حاجة ربع كيلو، يعني استخدمت ربع كيلو حمص، ربع كيلو فول سوداني، ربع كيلو سمسم. لو انت بقى هتعملي زي ما اتفقنا الفول السوداني والحمص قللي الشربات او زودي كمية الحمص والفول السوداني. ازاي بقى؟ لو مثلا هنعمل نفس مقدار الشربات هنخلي مثلا الفول السوداني 300 او 350 جرام والحمص هكذا. ليه بقى؟ لان الشربات الزياده بيقوم نازل تحت فبيخلي الحمصيه والفوليه من تحت بتبقى تقيله والشربات بتاعها بيبقى كتير، واما تيجي تكسريها بتبقى جامده وناشفه شويه. فبنقلل مقدار السكر في الشربات او بنزود كميه الفول او الحمص. وكل المقادير دي بالملاحظات اللي قلت لكم عليها هسيبها لكم في التعليقات عشان تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. كده بقى عملنا السمسميه والحمصيه والفوليه في البيت بطريقه سهله وبسيطه قوي. اكتبوا لي في التعليقات ايه الوصفه التانيه من حلويات المولد اللي احنا حابين نعملها مع بعض، وان شاء الله اعملها لكم الفيديو اللي جاي. هتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامه.